مسلسل عروس بيروت الحلقة 32. فارس بيقابل طلال بالصدفة وبيكتشف خبر وفاة قريبه. ما تنساش تدعمنا بلايك واعمل اشتراك في القناة عشان تتابع باقي الحلقات. بالنسبة لحلقة اليوم الحلقة 31، بتبدأ أحداث الحلقة بإن داليا بتجري اختبار الحمل وبتلاقي نفسها حامل. في المقابل سوريا بتشوف الاختبار بتلاقي العكس. يرجع فارس غرفته وبتسأله سوريا مالك، بيتخانق معاها بسبب دفاعها عن أمه، وفارس بيقول لها لو لما أميرة مسكتهم كانت هتخبي لحد إمتى، ويا ترى كانت هتدفع إيه التمن قصاد سكوت أميرة. وفي الأخير يحذر سوريا من الدخول بينها وبين أمه ويسيبها ويمشي. ليلى بتطلب من روبا إنها تجبر العيلة تتجمع كلها على العشاء عشان تقول لهم على علاقتها مع عادل، وروبا بتقول لها إن فارس خرج، وليلى بتقول لها إن فارس وسوريا عندهم علم وعلى الأغلب مش هيكونوا موجودين. سوريا بتروح غرفة ليلى وبتحاول تأذرها، ولكن ليلى بتفهمها إن تربية الأولاد صعبة والأصعب إنهم يتقبلوا فكرة زواج أمهم. خليل بيتخانق مع نايا ويقول لها أنا بعرف اللون اللي بتحبيه، الأكلة اللي بتحبيها، محلات الشوبينج والمطعم اللي بتاكلي فيه، كل تفاصيلك بعرفها، لكن انت تعرفي عني بحب ايه أو بكره ايه؟ أكيد لأ، انت كل اللي كنت عايزة توصلي له هو إنك تكوني فرد في العيلة دي وتكوني كنة ليلى الظاهر وبس. بس انت اخترت الشخص الغلط لاستثمارك، وما تنسيش تدعي لبنتنا كتير علشان لولاها كان هيبقى في بينا كلام تاني. آدم بيروح للطبيبة النفسية الخاصة بيه ويقول لها إني مش هجيلك تاني بسبب إنك بتحطي في تفكيري أسئلة لوم على أمي، لأنها ما قدرتش تدافع عني قدام جوزها، لكن في الحقيقة هي ضعيفة وما كانش بإيدها شيء، وراحت لحد بيت الظاهر وكانت هتروح في الحريق بسبب خوفها عليا، وأنا لسه بلوم فيها بهذه الأسئلة البايخة. داليا بتخبر طلال عن خبر حملها وبيفرح كثيرا وبيقول لها إنه لازم يخبر ليلى الظاهر علشان يسرعوا موضوع العرس، لكن داليا بتقترح عليه أخرها يومين 3 بسبب سوريا حتى لا تتضايق لأنها أجرت اختبار الحمل وطلع نيجاتيف. وإلى هنا تنتهي الحلقة. ياريت لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واعمل اشتراك في القناة عشان تتابع باقي الحلقات.